هو الوجه الآخر للقدم والعراقة لمدينة عاشت 12 قرنا، وجه اكتشفنا ملامحه بفندق الحجوي بالطلعة الكبيرة. جزء كبير من الفندق انهار قبل أسابيع بسبب هشاشته، مخلفا دمارا في شكل المكان وفي نفسية ساكنيه. لمدة 17 سنة عاشت فاطمة الزهراء في غرفة مساحتها متران مربعة، مكان لا يتسع للعيش والإحساس بالأمان معا، لكن المكان كان رحبا للحديث عن حياة عارية من العيش الكريم. مدبه بزاف، ما لاقيه لا مرحاد لا حتى شي حاجه، والمكان عمره مزنق. نفس الغصة في حلق الجارة السيدة الزاهية، وهي تحكي عن معاناة تبدأ بالصعود لغرفة أشبه بزنزانة، غرفة عاشت فيها 26 سنة. الحياة ديالي كلها دازت كرفيص، فهمتي حبيبه، حتى نهار بالسعاده ما شنا هنايا. راك عارفه الحاله ديال الديور الرايبي، الديور المهدومين، البنيه القديمه راكي عارفه، ماشي شي حي راكي عارفه. تدخلي لي هذا الغبره عليك، هذاك لا ما لا ضو لا هادي لا هاديك، محرومه من جميع الحاجات، محرومه هنايا. اللهم هكا بالسوره ولا بالزنقه، راكي عارفه الزنقه اش كتجمع. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. مع توالي الانهيارات أحصيت الدور المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة بفاس، والعدد حاليا 1700 بناية. أصدرت قرارات إفراغ هذه الدور حفاظا على سلامة الأرواح، لكن الفقر جعل الساكنة تتخذ قرارا آخر. انا لحد الان ما خاوياش، ما عنديش فين نمشي، واخا كنعاني. وكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس التي أحدثت من أجل بعث الروح من جديد في هذه الدور قامت بمجهودات ارتطمت كلها بواقع الحال، بين الكاري ب150 درهما في الشهر وصاحب المنزل لعبة القط والفأر. الساعه اللي غاجينا للمحل ديالنا باش غنجيبوا السلعه ولا نجيبوا شي حاجه باش غنصلحوا، شكون اللي يصلح؟ خليني نخولي، شكون الانسان اللي يخولي محل باش نصلحوا؟ واش غنبدا من الفوق ولا غنبدا من السفلي؟ انا ما واحد يفرغ، ما كاينش حتى واحد ما عنده فين غادي يمشي، كلشي لا اله الا الله محمد رسول الله. جميع المخططات والبرامج لن تصلح وحدها من حال دور المدينة العتيقة بكبسة زر. وأمل فاطمة الزهراء ومن يقاسمونها هذه الظروف أن تصبح للحياة ألوان أخرى غير الأسود.